أو منو أكثر نادي عجبتك تعاقداته؟ الصراحة الآن هذا الموسم أنا أشوفه صعب على جميع الأندية، خاصة الأندية المنافسة مثل الزوراء، الطلبة، الشرطة، القوى الجوية. بس أنا أشوف الاستقطابات الأكثر أهمية والأكثر أشوفها مميزة استقطابات صراحة نادي القرمة، استقطاباته مميزة خاصة اللاعبين المحترفين على مستوى عالي، وأيضا اللاعبين اللي موجودين في الدوري العراقي. ميزة اللاعبين اللي موجودين الصراحة استقطبوهم ممكن يستفادوا من عندهم، ممكن طموحهم هم كبير الصراحة بهذا الموسم. إذا عندهم هذا الفريق أكيد طموحهم كبير بأن يأخذون أحد المراكز الأربعة الأوائل. ممكن القرمة ينافس على الدوري؟ ممكن، ليش لا؟ بالعكس نادي القرمة صح تأهل حديثا للدور النجوم، بس الموسم السابق حصل على المركز السادس أو الخامس حسب ما أظن، وهذا الموسم استقطب لاعبين مميزين على مستوى عالي، إذا كانوا لاعبين محليين أو لاعبين محترفين. لازم نكون واقعيين، القرمة يستحق أن يتواجد في المربع الذهبي على الأقل مع الكابتن أحمد خلف وإدارة داعمة للفريق ومعسكر مميز، فلذلك ليش انتقال أيمن حسين بالنسبة لك للقرمة كان مفاجئ لو متوقع؟